السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. قدمت الجزائر اليوم السبت تعزية للشعب المغربي إثر الزلزال العنيف الذي ضرب مراكش ليلة الجمعة. كما أشارت وزارة الخارجية أن الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية. وجاء في بيان وزارة الخارجية: تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، حيث ارتفعت أعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب وتحديدا إقليم الحوز إلى أكثر من 800 شخص، وأصيب أكثر من 320 شخص، من بينهم 205 في حالة حرجة. وحذرت السلطات السكان في جميع أنحاء المغرب من مخاطر العودة إلى منازلهم بعد الزلزال، وقضى معظم الناس ليلتهم في العراء. ويعتقد أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض في مناطق نائية.